والله ما في. هو أنا تزوجت أحمد باسم حركة، وهو وعدني إنه يجيب لي تصريح زواج، فأنا أقنعت الوالد ما كان أصلا راضي إني أنا أتزوجه، وقلت له أقنعته إنه هو جاب التصريح وإنه فالوالد قال لي خلاص أتزوجك هو، لكن بشرط إنه لا يدخل عليك. فأنا قلت للوالد إني موافقة، وهو بعدين جاب لي أوراق إنه على أساس جاب لي التصريح، لكن الأوراق طلعت مزورة. الأوراق حاليا هي معايا أوراق مزورة. نعم. وأنا 4 سنين على عنف أسري معاه، ضرب عنف أسري، وقذف لي من أهله، من أهل طليقي، قذف وعنف أسري. نعم. 4 سنين. أنا 4 سنين زوجت الآدمي هذا، مرتين غيرت البيت بسبب إنه أبوه كان بيجي بيسوي لي فضايح في العمارة، وبنضطر إنه بنطلع من البيت، يبغوني أطلق، أهل زوجي ما يبغوني. وآخر شيء لما خلفت البنت صار العنف علي وعلى بنتي، وجيت أنا أخذت البنت وخرجت من عنده، شردت من عنده. هو كان جالس عند صاحبه، لكن هو لحقني للمدينة وجلس يسوي مشاكل، يبغى بنته. نعم. فأنا قلت له إنه خذ البنت، لكن بشرط إنك أنت تطلقني. فهو وافق، أخذ البنت وطلقني. لما خرج من البيت يتصل على الوالد يقول له هذا الطلاق لم يقع لأن أنتوا أجبرتوني، هذا الطلاق لم يقع لأنكم أجبرتوني. نعم. فهذا نعم. اللي صار. وبعدها أرسل لك الفيديوهات. بدأ يهددني يقول لي إنه يا أما إنك أنت ترجعي، يا أما أنا حعذب البنت يعني. نعم. وأرسل لك هذه الفيديوهات عشان يوضح لك إنه يعني إنه هو فعلا بيعذبها وبيعنفها. طبعا نحن عرضنا بعض من الفيديوهات اللي أنت نشرتيها على حسابك في تويتر، وبتقولي إنه هو أرسل لك هي. طبعا نحن بنعتذر على هذه الفيديوهات كانت طبعا جدا عنيفة، لكن هذه القضية الأساسية اليوم في عند الكثير من الناس، وكان صعب نشرحها بلا ما نعرض الصور ونبين مدى العنف اللي في الصور. طيب نحن بنشكرك على مشاركتك القصة معنا، طبعا كانت